بس اخد رايك في نقطه التشكيل من البدايه. هل كان ممكن الامور تختلف لو كان قفشه، عبد القادر، كان مين الثالث النازل، واحمد ومحمد شريف، كانت الامور اختلفت بالنسبه لشكل اللقاء لو كانوا موجودين من البدايه؟ اه اه كان حتى لو بيلعب 4-3-3 اي حاجه، بس المهم ان انت كنت عايز حد يقف على الكوره ده بيلعب تشكيل الناس. الفريق. اوكي. ما كانش هيبقى الشوط الاولاني بالشكل ده. مم. اقل حاجه كان النادي الاهلي راح 5-6 مرات للمرمى، اللي هو ما راحش خالص الشوط الاولاني فيه. ليه؟ لان انت عندك شريف وعندك عبد القادر وعندك وبيرسي تاو، دولت لعيب الكوره هيصنعوا الفارق معاك. خلي بالك كل ما بيبقى فيه لعيب الكوره في الملعب بتفرق كتير قوي، سواء في الاستحواذ او في الخطوره على المرمى. فانا كنت شايف ان هو اولا انت لعبت كهربا بناء على ايه؟ بناء اكتمل لا على الماتش اللي فات والاسيست اللي عمله برضه، ماشي، وبقيه الماتشات اللي قبل كده، حبيبي ماتش الزمالك، ماتش ماشي سموحه. ماشي. هو كهربا كده اكتملت لياقته البدنيه 100%. انا امتى اديله الماتش من اوله؟ لما احس خلاص ان كهربا بقى واقف على رجله صح. كابتن انت دايما كنت تقول لما لعيب يجيب جول او حالته النفسيه عاليه لازم يكمل، صح وانا غلطان؟ لا مش في حاله كهربا. ليه ماله حاله كهربا الراجل؟ ده بقى له سنه، ما 3 سنين ما لعبش. اديله بقى كابتن يا حبيبي ما انت بتديله. هو انا معتب بقول لك ما تنزلوش. ماشي، انت بتقول لا دلوقتي النهارده ما لا يلعبوش، ما يبداش بيه. اه ما ابداش بيه مباراه. انت بتقول في ما تعرفش الفرقه اللي جايه. انا عايز واحد يبقى اقل حاجه جاهز بدنيا، يعرف يضغط هنا ويضغط هنا ويضغط، زي مشريف او زي مثلا شادي لما كان بيبقى موجود. واخد بالك كهربا كهربا النهارده ضغط؟ لا كهربا النهارده بعيد. ليه؟ لان معذور، لان بقى له فتره. انما لو واقف بدني هقول لك لعبه من الاول على اي حد، سواء بقى ناحيه الليفت ناحيه الرايت راس حربه اللي انت، بس ما يقعدش. واخد بالك؟ فانت دلوقتي احمد عبد القادر فايق الماتش اللي فات، حسين الشحات الماتش اللي فات فايق، واخد بالك، وشريف، وتلاعب قفشه. انت النهارده شلت حسين الشحات ولعبت بيرسي تاو، ما حسيناش بالفرق. واخد بالك؟ لو في قفشه وبيرسي تاو وعندك احمد عبد القادر ومعاك حمدي فتحي ومعاك السوليه او ديانج، كان الوضع هيختلف تماما. هتلاقي كمان بقى محمد هاني بيكمل، وهتلاقي علي معلول، هتلاقي كوره زي ما انت عايز بجد. اوكي. في خطوره بجد. واخد بالك؟ حتى لو انت بتلعب 3 في نص ملعب ما فيش، انت الفرقه الثانيه ما فيش حاجه يا فاروق. هم بيلعبوا الكرات اللي هي بيطلعوا بيها كويس زي اي فرقه في العالم. واخد بالك؟ وانت مقفل. هو انت عايز تلعب يعني مثلا، طب ما تلعب بقى مروان حمدي كمان بقى، ولا اسمه مروان عطيه بقى، يبقوا 4 في نص الملعب طالما ان انت خايف. 4 ليه يا كابتن؟ مش ما هو للدرجه دي. 3 ليه؟